برطمان الليمون المعصفر اهو. شايفين عاملين ازاي؟ شايفين 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 شكله. والهنا والشفا اللي هياكله. الأول طبعا بغسله كده بالمية بحط مية بارة ماشي قبل ما يسلق. بعدين بحطه في مية بتغلي على النار وأقلب فيه لغاية بس ما المية تغلي تاني ماشي. بقلب فيه كل شوية من فوق لتحت كده ماشي اهو. خلاص اهي لغاية ما المية غليت اهيت ماشي اهي. خلاص طبعا بقلبه كل شوية كده ماشي. وبعد كده بروح جاي طافية عليه ماشي اهو. خلاص بعد ما اطفي عليه بروح جاي مطلعاه في حاجة تانية عشان اصفيه من المية ديت اهو ماشي كده عشان ما يتهريش اهو. لغاية ما اخلص الكمية كلها. بعدين هنمشي شوية جزر اصفر كده ماشي. هنحطهم في الخلاط على شوية مية كده اهوت ماشي. ونروح جايين شغالين. وبعد كده بقى بمسك كل واحدة بقطعها 4 كده كده اهو يعني كده اهو ماشي. كله كده اهو مرة كده بالطول ومرة الناحية التانية كده 4 كده 4 مرات 4 اهي كله بقى كده. خلاص ماشي. دي الخطوة التانية. الخطوة التالتة بقى اللي هو هبدأ احشيه. خلاص بعدين هنمشي شوية جزر اصفر كده ماشي. هنحطهم في الخلاط على شوية مية كده اهوت ماشي. ونروح جايين شغالين. وبعد كده بقى انا بقى بعمل الحشوة بتاعته عبارة عن ملح وعصفر ماشي. خلاص اللي هو عشان كده سموه ليمون معصفر. وبعدين وحبة البركة ماشي. كمان وشطة حمرا. خلاص بقلب كل ده طبعا على بعضيه كده اهوت كده ماشي. بعد بمسك بقى كل ليمونة واحشيها
من الخليط ده. ماشي. نسيت اقول لكم كان بحط ايه، شوية ايه، عصير جزر اصفر. كنت عاملاه اللي هو عملته في الخلاط، باخد حبة من اللي انا عملتهم في الخلاط وبحطهم معاه في الحشو. بعدين بمسك كل واحدة واروح جاي حاشيها كده. ماشي. طبعا انا بعمل بداية الاتنين بس عشان كده مش ملك. اهو خلاص اهو يبقى كده كله بقى بحشي كده بالطريقة دي كده اهو. شايفين كله بقى كده. ماشي. وبعدين برصه في البرطمان وبحط طبعا فيه شطة خضراء معاه. ماشي. لغاية ما يخلص البرطمان وبحط له بعد كده ايه، المحلول الملح واللي هو العصير الجزر اللي انا عامله ده اللي هو ده. ماشي. وكده اهوت بعد ما حشيته كله اهوت قطعته اربع زي ما وريتكم بيتقطع ازاي، وبعدين وحشيته كله اهو كده. ماشي. شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. شكله يتاكل كده حاف كده من قبل حتى ما يتخلل. شايفين؟ بالهنا والشفا لله هياكلوا بعد كده ان شاء الله. وبعد كده بقى بجيب الشطة وبجيبه هو كمان وبجيب برطمان كده اهوت وهرص بقى. احط طبقة منه وطبقة شطة وارجع اعيد تاني اوريكم ازاي. اول طبقة اهي 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 بحطها. ماشي. وبعد كده بحط عليها شطة اهي كده. ماشي اهوت. اهوتني بقى احط كده بالطريقة دي لغاية ايه ما اخلص الكمية كلها، لغاية ما اطلع فوق خالص. ماشي. وكده هيخلص الكمية كلها اهيت. ماشي اهي خلاص. وبعد كده بقى هحط عليه طبقة من الزيت خفيفة كده واغطيه ببلاستيك واغطيه بالغطا بتاعه. وان شاء الله بالهنا والشفا للي هياكل منه. متنساش طبعا اخر حاجة اللي احنا نحط له زيت على وشه كده. ماشي. قبل ما نغطيه طبعا. كده اخر خطوة بعد ما حطينا الزيت غطينا هو بالغطا بتاعه وبقى كده اهو بالشكل ده. ونسيبه بقى ايه، على فكرة ممكن ده ناكله بعد اسبوعين وهيبقى طعمه جميل جدا، مش لازم يقعد من السنة للسنة. ماشي. والهنا والشفا للي هياكل. وده هو الليمون المعصفر اهوت بعد ما عملته اهو. شايفين عامل ازاي؟ شايفين؟ شايفين؟